الدار ليست بالبناء جميلة، إن الديار جميلة بذويها. قد يعشق الإنسان أسوأ بقعة ويزورها من أجل شخص فيها. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بداية يوم جديد، وكان يوم برد قوي. فقلت بقى ايه، عايزين حاجات كده تدفينا وتدفي البيت. خلصت اللي ورايا، رتبت ترتيب عادي خالص، مفيش تنظيف يعني وكعبله وكده. وقلت ادخل المطبخ اعمل صينيه كيكه بقى كده علشان نفطروا بيها. اول حاجه ضفت نص كوبايه من الزبده وعليهم كوبايه ونص من السكر، وخفقتهم كويس جدا بالمضرب الكهرباء. وبعدين هضيف لهم 180 جرام من الزبادي الساده، واخفق تاني بالمضرب الكهرباء. تقدري تستخدمي المضرب اليدوي، بس انا قلت ايه، مضرب الكهرباء عشان اسرع يعني. وبعد ما خفقت الزبادي مع الزبده والسكر كويس، رحت ضايفه 3 من البيض، بس على مراحل. وضفت لهم كمان ورقتين او كيسين من الفانيليا. هضيف البيض على مراحل، يعني انا خفقت اول بيضه، وبعدين رحت منزله البيضتين التانيين علشان يدخل هوا كده، ويبقى ايه القوام بتاع الكيكه هاشش كده وحلو. النهارده بقى كان اليوم صعب جدا بصراحه، برد. انا بحب جو البرد ده، بس قلت ايه، لازم ادفي بقى جو البيت كده شويه. خلصت بقى تنظيف البيت وقفلت بقى الشبابيك وكده. وقلت ايه، لازم اشغل فرن البوتاجاز، هو اللي هيدفي لي البيت. فاول حاجه فكرت، قلت اعمل الفطار والغدا في الفرن، يعني مش هشغل البوتاجاز بس هشغل الفرن. ضفت بقى الدقيق، انا كان معايا بعد ما خفقت البيت كويس جدا. ضفت كوبايه ونص من 3 كوبايات دقيق. ضفتهم على مرحلتين، اول مرحله كوبايه ونص، ونص باكت البيكنج باودر، ونزلتهم على الخليط وهقلب من تحت لفوق. والكوبايه ونص التانيين اللي الدقيق اللي انا شايلهم على جنب، ضفت لهم برضك نص البيكنج باودر اللي فاضل. يعني باكت البيكنج باودر قسمته على جزئين. جزء حطيته في الاول كوبايه ونص، وبعدين جزء هحطه بعد ما اضيف الحليب كوبايه ونص دقيق برضه. هنا بقى بعد ما خلطت الدقيق كويس جدا مع الخليط، رحت ضايفه نص كوبايه كبيره من الحليب الدافي. وبعد ما خفقته كويس قلبته كده من تحت لفوق، هضيف بقى بقيه الدقيق اللي عندي، كوبايه ونص اللي فاضلين. يعني انا ما حطيتش ال3 كوبايات دقيق مره واحده. هو على الخليط بياخد 3 كوبايات دقيق عليهم باكت بيكنج باودر، بس انا ضفته على مرحلتين. ودهنت صينيه زبده ورشيتها رشه دقيق خفيفه كده عشان الكيك ما تلزقش معايا. وبعدين هنزل خليط الكيكه كلها بقى في الصينيه، وهكون مدفيه الفرن على درجه حراره 180، يعني مشغلاه من قبل ما احط صينيه الكيكه في الفرن. وهحط بقى الخليط بتاعي وهسويه كويس جدا كده في الصينيه علشان يتساوى. هو قوام الكيكه تخين شويه، سميك كده، فبيتحرك معايا بصعوبه شويه. فههبد هبدتين كده لحد ما تتظبط الصينيه، وهدخلها الفرن. عبال بقى ما تستوي. بقالي كتير قوي ما شربتش قهوه، فقلت اظبط كده كوبايه قهوه. جت على بالي يعني قهوه بالكريمه والشوكولاته البيضاء. فحطيت كده في الكنكه بتاعت القهوه ديت معلقتين كده صغيرين مليانين كده من البن. وهولع بقى عليهم البوتاجاز اول ما يغلوا. هبدا بقى ايه، عبال ما تغلي القهوه بتاعتي هكون ظبطت الكوبايه كده او الفنجان بتاع القهوه. وده كله كيكه شغاله في الفرن. اول ما يعدي تلت ساعه هقوم ابص على الكيكه. بصوا، هو انتوا اختاروا الاوقات الصح، الحاجات الصح تعملوها في الاوقات الصح. يعني ايه، يعني لما الجو يبقى برد قوي، مش هتقومي تشتغلي وتنفضي البيت وتفتحي الشبابيك، لا. دوري على الحاجات الدفى اللي هي اللي تدفي كده وتعمل جو حلو في البيت. نضفي البيت عادي خالص، بس قفلي شويه، فتحي، ممكن تفتحي الصبح ربع ساعه كده وتقفلي عشان الجو برد. وبعدين الشموع بتدي جو حلو جدا في الشتاء. الاضاءه الهاديه. تعملي مثلا معجنات، حاجات بقى كده اللي هي المعجنات دي اللي بتدفي. لو صينيه مكرونه بشاميل تبقى يا سلام بقى في الشتاء كده. وتشغلوا فيلم حلو كده او كرتون او اي قصه تسمعوها، واقعدوا بقى بالقهوه بتاعتكم او كتاب تقروه. عارفين الجو اللي هو، يعني احنا بننتظر الشتاء اصلا علشان الجو ده، عشان الجو اللي هو الاحساس بالدفى كده والاضاءه الهاديه والحاجات اللي تدفينا. خليكوا ايه كده يعني. والجو لما يبقى طراوه وهوا، طراوه قصدي، وطلع الشمس شويه كده، تقدروا تفتحوا الشبابيك، فتحوا بقى وهووا وطلعوا بطاطين وهووا السجاد بتاعكم ونفضوا ودخلوا علشان يفضل بقيت. لان انتوا عارفين احنا في فصل الشتاء بنلقط الشمس كده بالعافيه يعني. هنا بقى عملت
القهوة بتاعتي شايفين انا حطيت القهوة معاها مكعبين كده من الشوكولاتة البيضة، ونزلت على القهوة بقى بالكريمة. يا سلام، كان احلى فنجان قهوة دقته في حياتي. واكلت معاه كده مكعب من الشوكولاتة الدارك. على فكرة انا استخدمت الشوكولاتة دي اللي هي الشوكولاتة، عارفين كوفرتينا اللي هي بتاعت زمان دي. انا بصراحة لما شفتها حبيت ان انا اجربها واجيبها، لانه انا صغيره كنت بتفرج على الاعلان بتاعها دايما اللي هو كوفرتينا ده، فكنت بحبه قوي. بما ان انا كنت متعوده بقالي فتره استخدم دريم، بس ما لقيتش دريم بصراحه في السوق، رحت جايبه كوفرتينا. اول ما شفته قلت يرجعني بقى كده للاعلان وايام زمان وبتاع. قعدت بقى اشرب القهوه بتاعتي مع الكتاب بتاعي المفضل اللي انا لسه للاسف ما خلصتوش. انا كسوله جدا في القرايه. بحب التأمل أكتر، بحب أسمع أكتر من القراية، بس ما بضيعش يعني بسمع وبتأمل وبتفرج، بس في نفس الوقت بدي وقت للقراية. يعني مش رامية مش راكنة القراية على جنب خالص، لا لازم كده ايه يبقى كل كام يوم كده أقرا شوية، أو أوقات كمان كل يوم في الساعة دي. أنا بحب جدا جو الشتاء والبرد، السقعة كده والمطر وادفي بقى البيت واشغل اضاءة هادية، نقعد كده نشرب شوية قهوة، نعمل ذرة فشار كده نقعد نتسلوا عليه، شوية ترمس. تعملي مثلا، تقومي كده تعملي عشاء مثلا، بدل عشاء بقى بطاطس وحاجات كده وجبن وحاجات، ممكن تعملي فطيرة، تعملي في فطاير كتير حادقة او مسكرة حتى، او حلوة وحادق يعني. ممكن تعمليها الفطاير، وريحة الفطاير والخبيز في الفرن بيدي جو حلو قوي في الشتاء، وبيدي ريحة كده البيت كله بيبقى قاعد متدفي تحت البطانية ومستني الفطيرة او الكيكة او اي حاجة تطلعيها كده من الفرن عشان ياكلوها ويتدفوا. بيبقى احساس حلو قوي. بس انا يعني يعني ايديا على طول في البيت، علشان كده بيكون عندي وقت اللي انا اقضي شوية كده. يعني عارفين انتوا البيت لما بيبقى بقى مترتب وكل حاجة في مكانها وكل حاجة نظيفة بيديكي وقت اكتر اللي انت تقضيه في الاستمتاع اكتر، يعني اكتر ما تبقى الدنيا متبهدله حواليكي كده، ما بيبقاش ليكي نفس اصلا ان انت تستمتعي بحاجه. بس لو قمتي واتنشطتي كده ورتبتي كل حاجه في مكانها ونفضتي البيت ورتبتيه، وخلي ايديكي بقى دايما فيه، يعني ما يبقاش يوم كده تنظيفه بس، لا ايدك دايما فيه علشان يبقى لك وقت اللي انت تستمتعي بيه ليكي ولنفسك ولعيلتك، وجو البيت هادي ونظيف. انا هنا طلعت الكيكه بتاعتنا، شايفين حلوه قوي وهشه وخفيفه، وحطيت على الوش كريم شانتيه، وكمان حطيت كام شريحه كده من الليمون اللي هو كان في العسل، وبشرت على الوش كده شوكولاته بيضه، وهحط كمان مكعبات شوكولاته بيضه كده على كل قطعه اللي انا هقطعها، يعني علشان كل واحد يطلع له مثلث كده من الكيكه مع مكعب من الشوكولاته البيضه. على فكرة شوكولاتة كوفرتينا طلعت حلوة قوي، طعمها لذيذ قوي، عجبتني. مع انها ارخص بكتير من اي نوع شوكولاتة تاني. يعني انا كنت جايبة واحدة شوكولاتة كوفرتينا ب20 جنيه، مع ان دريم ب45 جنيه، يعني اكتر من نص التمن، بس طلعت شوكولاتة خطيرة يعني. شايفين بقى الكيكة بتاعتي خفيفة وهشة، كمان هنا الإضاءة علشان صفرة شوية، فمبينة الكيك بتاعي أصفر كده، بس طلعت جميلة وقوامها خفيف كده وهشة ولذيذة جدا. هناكله بقى يعني قطعت حتة كده قلنا ندوقها، وهناكله بقى الكيكة دي بعد الغدا. يعني خليها مثلا في وقت العصرية كده، أو بالليل أكتر بيكون حلو الكيكة كده بالليل مع كوباية شاي أو كوباية عصير، وسامعين بقى صوت البرق والرعد كده واحنا قاعدين بناكل الكيكه حلوه قوي. وحطيت كريم شانتيه عشان تديها دسامه شويه وتدفي اكتر. هنا بقى هعمل عصير تقدروا تشربوه بطريقتين. تقدروا تشربوه بالطريقه الاولانيه ديت، وتقدروا تخففوه بالحليب زي ما انا هعمل بعد كده. بس على فكره وهو بالطريقه الاولانيه زي ما هعمله معاكم دلوقتي، حلو قوي لما يتاكل كده بالمعلقه. انا حطيت بقيه الكريم شانتيه، كان حوالي عندي اتفضل كوبايه كده من الكريم شانتيه الخام اللي انا ضربته زينت بيه الكيكه، وبقى معايا كوبايه. ضفت عليها قطعه من المانجا، وكمان ضفت علبه زبادي اللي هي 180 جرام، وهضيف السكر على حسب الرغبه. واخلط بقى الخليط الخطير ده كده كويس مع بعض. هو بيديكي قوام زي الزبادو، بس بيبقى غني اكتر. يعني لو خلطتيه كده وسبتيه هيديكي نفس قوام الزبادو،
او اتقل شويه، يعني هو اتقل من الزبادو شويه، بس بيبقى غني اكتر، علشان مش هو زبادي وفواكه بس مضروبين مع بعض، لا زبادي وفواكه وكمان كريم شانتيه. كان القوام كريمي وناعم خطير، يعني انا كان هين عليا كده اخد الكميه اللي انا ضربتها دي واقعد اكل كده عليه بيها بالمعلقه، بس طبعا انا خففه حليب علشان البيت كله يشرب. انا ساعات اوقات بعمله لهم كده كمان بكريم الشانتيه والزبادي والقطع الفاكهه بس. بيحبوه قوي، بس بتكون كاسات صغنونه بقى عشان تكفي الكميه دي. وبعدين مسكت بقى الشفشق تاني اللي انا كنت ضاربه فيه الخليط بتاعي، ضفت عليه نص لتر من الحليب وهضربه تاني فيه، علشان بقى ايه لو في اي حاجه كده في الخلاط بتاعي او الشفشق بتاعي بقيت مثلا مانجا كريمه بتاع من اللي انا ضربته ينزل كله مع الحليب تاني. يعني بصوا نضفت الشفشق بتاع العصير ده خالص نزلت كل بواقي الكريمه بالمانجا اللي انا كنت ضربتها، وقلبت العصير وسبته بقى. قلت هقدم العصير مع الكيك. دلوقتي بقى هعمل غدا، عايزه غدا سريع، يعني فكرت في اسرع حاجه كده تخلص معايا بسرعه وتدفي ويكون طعمها لذيذ والاولاد بيحبوها. فقلت هعمل صينيه جلاش باللحمه. طلعت نص كيلو من اللحمه المفرومه، بشرت عليه كده بصلايه كبيره، وحطيت شويه فلفل اسود وشويه من الملح، وهعصجها تعصيجه عادي خالص، ونزلت عليها كمان بنص معلقه صغيره من بودره الثوم، ونص معلقه صغيره من بودره البصل. وهجيب بقى كده مكعب من السمنه اللي هي الدهنه بتاعت الكلاوي اللي انا كنت مسيحاها، بتخلي اي حاجه فيها لحوم او طبيخ بتخليها ريحتها خطيره، بتبقى مفحفحه كده وحلو. والناس اللي هتسالني اللي انا ما قطعتش ليه قرن الشطه الاحمر ده، علشان بيكون حامي جامد، فانا بحب يدي طعم سبايسي خفيف خالص كده، وفي نفس الوقت جوزي بياكله مع الاكل، ومش عايزه قطع شطه تكون موجوده في الاكل علشان الاولاد ما يتضايقوش منها، فبفضل ان انا احطه سليم كده وخلاص، او بقطعه نصين بحيث اللي هو يدي حرقيه خفيفه، وفي نفس الوقت يفضل الشطه بعيد يعني عن الاولاد وكده، ما تجيش تحت بقهم وتضايقهم. هحط بقى، انتوا عارفين النظام، يعني بحط رقه كده من الجلاش ودهنه كده من السمنه، وبعدين او الزبده، انا كنت مسيحه زبده، وبعدين احط رقه كمان من الجلاش، بس انا كنت هنا ما بحطش الزبده بين كل رئه ورئه، لا انا بحطها بين رئتين جلاش علشان ما تطلعش دسمه جامد، فبحط رئتين وبعدين دهنه من الزبده، وبعدين رئتين ودهنه من الزبده، وهكذا. واول ما خلصت النص اللي تحت رحت ضايفه اللحمه المفرومه بتاعتي، وهكمل بقيه الجلاش بتاعي. لو عندكم اي قطع متقطعه كده حطوها في النص، يعني داروها كده في النص، ولا تكون تحت ولا تكون فوق. انا هعمل صينيتين، يعني هعمل صينيه الكبيره دي، وهعمل كمان معاها صينيه صغيره علشان تكفينا كده وتكون غدوه حلوه، مع شويه مخلل بقى كده. كان عندي شويه مخلل لفت وليمون معصفر، وكمان حمرت طبق بطاطس، وقعدنا نتغدوا بقى اليوم ده. كان غدا لذيذ جدا وسريع وبيدفي. هعمل بقى هنا الخليط اللي انا بدهن بيه الجلاش اللي عندي. بحط علبه زبادي كبيره برضو 180، وبنزل عليها بمعلقتين كده من الكريمه او من القشطه، وبحط معاها بيضتين، يعني زبادي وقشطه وبيض، وهحط رشه كده من الفلفل الاسود ورشه من الملح، وهخففهم بحوالي 3 معالق كده من الحليب، وبس كده. يعني الخليط ده انا اللي بدهن بيه اي معجنات، مثلا زي الرقاق او صينيه الرقاق كده وانت بتدخليها الفرن، او الجلاش باللحمه المفرومه. واوقات كمان بحطها على وش صينيه البشاميل اللي بتديها طبقه حلوه قوي وغنيه كده، عامله زي الكريمه. علبه الزبادي وكريم الكريمه اللي هو وش اللبن او القشطه، ومعاها بيضتين وشويه من الملح والفلفل ومعلقتين كده من اللبن، بخفف بس القوام علشان اعرف افرده. هنضف بقى الصينيه كده الجناب بتاعتها كويس جدا، علشان ما اخليش اي خليط مثلا من اللي انا حطيته ده فوق الجلاش لما بيدخل الفرن ويتحرق بيعمل ريحه مش حلوه خالص. فخلي بس الايه على الجلاش بس. بنضف الصينيه كويس، وبحط بقى قرن الشطه الاحمر بتاعي كده في النص، يدي بس منظر كده، وكمان علشان يتحمر. بقسمه بصراحه، انا باكله انا وجوزي كده، بيدفي الحاجات. احنا بنحب الحاجات الحراقه، بس الاولاد مش قوي، يعني الاولاد بيحبوا بيحسوا بطعم الحرقيه بس مش جامد. ودلوقتي بقى حطينا الكيكه كده والعصير، وقلنا نقعدوا بقى نتعشوا بيها. انا اليوم ده ما عملتش عشاء، خليت الكيكه والعصير للعشاء لان احنا بصراحه الجلاش باللحمه المفرومه ده اكلناه وشبعنا لحد الساعه 9 بالليل، فقلنا بقى نتعشوا خلينا الكيكه والعصير. وعملت لهم بعد ما خلصنا كده شويه ذره فشار، اتسلينا عليهم وشغلنا الكرتون. انا بحب اتفرج على الكرتون قوي. نزلت كرتون جديد اللي هو بوليانا، هو مش جديد، هو قديم، بس انا اول مره اسمعه بصراحه. نزلته كده بشغله على الشاشه بتاعه التلفزيون، ونقعد نتفرجوا كلنا مع شويه ذره فشار بقى كده، ويا سلام. شكرا.